في أواخر التسعينات حصلت واقعة غريبة في مستشفى حكومي في القاهرة. راجل في الأربعينات دخل المستشفى بحالة هبوط حاد، قلبه وقف، والأطباء أعلنوا وفاته رسمي. الجثة اتحولت على مشرحة المستشفى واتحطت في التلاجة. بعد ساعات عامل المشرحة سمع صوت حركة جاي من كيس الجثة. لما فتح اكتشف إن الراجل لسه عايش وبيتنفس بصعوبة. الدكاترة رجعوا نقلوه للعناية المركزة تاني، والراجل فاق بعدها بساعات. اللي اتقال بعدها إن دي كانت حالة توقف مؤقت للقلب، واتشخصت غلط على إنها وفاة. المثير إن الراجل قال إنه كان سامع كل حاجة حصلت حواليه. سمع الدكتور وهو بيعلن وفاته، وشاف جسمه على السرير، وحس ببرودة شديدة. بعدها هو صحي على صوت صرخة كانت صوت عامل المشرحة لما فتح الكيس ولقاه بيتحرك وعايش. لحد النهاردة الواقعة دي بتتذكر كواحدة من أغرب حالات الرجوع من الموت في مصر. القصص دي منتشرة وبنسمع عنها كتير فعلا في مصر، وناس بتحكي حاجات شبه بعضها إن هي شافتها لما حست بالموت ده. تابعوني عشان تسمعوا قصص كتيرة من دي الفترة الجاية.